بسمك اللهم نستعين على سعينا فيا رب لا تخيب مساعينا، والصلاة والسلام على معلم الناس الخير، صلاة تخرجني بها من ظلمات الوهم وتكرمني بها بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل علي حتى أفهم. أهلا وسهلا بكم طلاب تالتة إعدادي. النهارده إن شاء الله هنمسك مع بعض أول درس في الجبر في الترم الثاني، هنجيب آخره بإذن الله. ومن النهارده إن شاء الله عقدتك في الرياضة هتتفك. الفيديو ده هيكون موجود على قناة بنسهلها لك، هتلاقي في اول كومنت لينك القناه بتاعتي، تابعني هينزل فيها بقيه الدروس. وعلى قناه بنسهلها لك ان شاء الله هتلاقيني كل وحده هنزل لك عليها مراجعه. ما تنساش تشترك في قناه بنسهلها لك وتشترك في قناتي اللي موجود الكومنت اللي موجود اللينك بتاعها في اول كومنت. تعال نسمي الله كده ونبدا بنيه ان احنا باذن الله الترم ده نفهم نفسنا في الرياضه، نحسن من مجموعنا بتاع الترم الاولاني، نكون رجاله وابطال مع بعض. يلا بينا سمي الله بسم الله. حل معادلتين من الدرجه الاولى في المتغيرين. تعالى كده نبدا من الاول خالص ومن بدايه القصه. حل المعادلات اصلا، انت كان بيكون عندك يا حبيبي معادله بالمنظر ده: 2 س زائد 3 بتساوي 13. انا عايز مجموعه حل المعادله في ح اللي هي الاعداد الحقيقيه. تعال انت راجل محترم كنت عارف بتعمل ايه. تعال انا اقول لك هنعمل ايه. بسم الله. هتقول لي الاتنين س بتساوي، هتمسك التلاته تركبها طياره وتغير الاشاره. كنت بودي التلاته الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، يبقى 13 ناقص 3. يعني الاتنين س يا ولاد 13 ناقص 3 كام؟ 10. ايه الخطوه اللي بعد كده؟ هنقسم هنا على الاتنين ونقسم هنا على الاتنين، فكانت السين بتساوي معايا 5. جميل جدا جدا جدا. فكنت بقول إن مجموعة حل المعادلة دي هي 5. طيب تعالى نتناقش مع بعض شوية. دي 2 س زائد 3 بتساوي 13، اسمها معادلة. مالها المعادلة دي؟ من الدرجة الأولى. عرفت منين هي من الدرجة الأولى؟ من الترم الأول. س مفيش عليها أسس، يبقى دي معادلة من الدرجة الأولى. بص بقى كمان في متغير واحد. إيه متغير واحد؟ مجهول واحد، س بس. يبقى دي اسمها معادلة إيه؟ من الدرجة الأولى. بكام متغير؟ متغير واحد، مجهول واحد بس، هو س اللي أنا عايز أجيب قيمته. طيب جميل. إحنا درسنا بقى النهارده بنتكلم على إيه؟ معادلتين من الدرجة الأولى بس في متغيرين. تعالى كده سمي الله. هسألك سؤال بسيط خالص. س زائد ص يا ولاد بيساوي 5. عايز حد يقول لي س بكام وص بكام؟ في حد هيقول لي إن الس بواحد والصاد ب4. وفي واحد تاني هيقول لي الس ب2 والصاد ب3. وفي واحد تاني هيقول لي لا، الس ب2.5 والصاد ب2.5. واحد يقول لي 0 و5. واحد يقول لي لا 5 و0. ايه ده؟ احنا هنقعد في ارقام كتير، في عدد لا نهائي. فقال لك بص بقى، لو المعادله فيها مجهولين ما ينفعش تتحل لوحديها. يعني انا دلوقتي ما ينفعش اجي اقول لك س زائد ص بيساوي 5 واسالك عن مجموعه حل المعادله. عمرك ما هتعرف س بكام وص بكام. يا اخي انا س في دماغي كانت حاجه وص في حاجه غير اللي انتوا قلتوه اصلا. طب ايه الحل؟ قال لك طيب تعالى انا هقول لك س زائد ص بيساوي 5، لازم اديك اختها معادله ثانيه. س ناقص ص بتساوي 1. دلوقتي بقى السؤال اختلف. انا بقول لك ايه؟ انا عايز عددين لما تجمعهم يديك 5، تمام؟ ولما تطرحهم نفس العددين هم ولما تطرحهم يديك 1. ايه بقى يا ولاد العددين اللي لما هتجمعهم يدي لك 5 ولما تطرحهم يدوا لك 1؟ ها كام؟ شاطر، برافو عليك. 3 زائد 2 5.
و3 ناقص 2 1. فانت طلعت هنا من المعادله دي ان س ب3 وان ص ب2. هل في حلول تانية؟ لا، مفيش غير حل واحد تاني كده. لما انا اديتكم معادله واحده بس فيها مجهولين، انت ما عرفتش تجيب قيمه س وقيمه ص. ليه؟ علشان لو عندي مجهولين يبقى لازم في معادلتين. وعلى فكره لو عندك 3 مجاهيل لازم يبقى في 3 معادلات، بس دي في اولى ثانوي ان شاء الله لما ربنا يكرمك وتطلع من ثالثه اعدادي. فانا دلوقتي سالتك بقى كام زائد كام يديك 5، ولما تطرحهم يديك 1، تقول لي 3 و2، عشان 3 زائد 2 5 و3 ناقص 2 5. طب بص بقى، مجموعة الحل يا ولاد بتتكتب كزوج مرتب. كام وكام؟ السين ب3 والصاد بكام؟ ب2. فهنا مجموعة الحل هي 3 و2. فحتى هو يقول لك ايه بقى؟ انا عايز مجموعة الحل هنا في ح ضرب ح. طيب طبعا الموضوع مش بالبساطة دي. الأول بس تعالى بقى نشوف هما دولت اسمهم ايه؟ معادلتين، معادلة ومعادلة من الدرجة الأولى، عشان س عليها 1 وصاد 1 ده من الدرجة الأولى ودي من الدرجة الأولى. في كام متغير بقى؟ في متغيرين. فبيكون طالب منك إنك تقول له قيمة س بكام وقيمة صاد بكام. طيب جميل جدا. الحل بيبقى عبارة عن مجموعة جواها زوج مرتب. طب ازاي احل المعادله دي؟ هل بقى انا هقعد بقى كل معادله يديهاني اقعد افكر كام زائد كام يديني 5 وكام؟ لا، دي كانت بسيطه وسهله فانت عادي جبتها بدماغك، او ممكن تكون ما عرفتش تجيبها اصلا. طب ايه الطريقه الصحيحه للحل؟ قال لك بص يا سيدي، عشان تحل معادلتين من الدرجه الثانيه في طريقتين. في الطريقه الجبريه، ودي كمان فيها طريقتين، حاجه اسمها الحذف وحاجه اسمها التعويض. بس احنا هنمسك طريقه الحذف وهنحل بيها. وفي بيانيا، يعني عن طريق الرسم البياني، وهنشوفهم مع بعض كلهم. طبعا انا باخد بالي وهو بيسألني في السؤال هو عايز الحل وسكت ولا عايزه بيانيا. لو قال الحل وسكت، مجموعة حل المعادلتين دول، فانا ممكن استخدم الحذف وممكن استخدم عادي التعويض، مفيش عندي اي مشكلة. واحنا باذن الله طول الفيديو بتاعنا هتلاقيني بستخدم طريقة الحذف لان هي بسيطة وسهلة. او لو قال بيانيا يبقى لازم ارسم بيانيا. طيب تعالى نسمي الله ونشوف المعادله اللي فاتت اللي هي س زائد ص بيساوي 5 وس ناقص ص بيساوي 1. جاب لي المعادلتين دول في الامتحان ولازم يجوا في الامتحان، وقال لك اوجد مجموعه حل المعادلتين دول فين بقى؟ في ح ضرب ح. تعالى بقى سمي لي الله. احنا مبدئيا بنقرر نحذف س او ص. ازاي؟ تعالى اقول لك بطريقه بسيطه. في المثال ده دي س وصاد ودي س وصاد، دي صاد بالموجب ودي صاد بالسالب. ففي المثال ده هعمل ايه؟ هاخدهم احطهم تحت بعض على طول. ازاي؟ صلي على رسول الله بقى. س زائد صاد بتساوي 5 وس ناقص صاد بتساوي 1، واقوم جاي س زائد س 2 س، صاد وسالب صاد راحوا مع بعض، 5 و1 كام؟ 6. بتقسم على اللي قدامي السين على الاتنين على الاتنين، يبقى السين تطلع بكام؟ 6 على الاتنين يا ولاد فيها التلاتة. طيب أنا دلوقتي طلعت قيمة س. طيب بعدين يا مستر بص يا سيدي، هروح أمسك المعادلة اللي فيها زائد س زائد ص بتساوي 5، وأقوم عامل إيه؟ هي س بكام؟ ب3، يبقى 3 زائد ص بتساوي 5، يبقى ص بتساوي 5 ناقص 3، يبقى ص بكام؟ ب2. ما أيوه، ما دي المعادلة عايز أتأكد. هو 3 زائد 2 كام؟ 5، و3 ناقص 2 كام؟ 1، يبقى س ب3 وص ب2. بص بقى تقوم قايل إيه؟
مجموعة الحل س الأول وبعد كده الصاد. طيب تعالى واحدة كمان، يلا أنا عايز مجموعة حل المعادلتين دول، برضه هجيبها لك سهلة. س زائد ص بيساوي 8 وس ناقص ص بتساوي 4. دول معادلتين، تمام؟ اوجد مجموعة حل المعادلتين. فين بقى يا عم عبد الرحمن؟ في ح ضرب ح. جميل جدا، تعالى سمي الله. دي س وصاد ودي س وصاد، مفيش فيهم أي مشكلة. لقيت صاد هنا بالموجب وصاد هنا بالسالب، خلاص هتوكل على الله واحطهم تحت بعض. س زائد صاد بيساوي 8، س ناقص صاد بتساوي 4. واقوم عامل ايه؟ عملية حسابية. س زائد س بطيخة وبطيخة بطيختين، يبقى 2 س. طب صاد ناقص صاد راحوا مع بعض. طب 8 و4 كام؟ 12. انا بجمع. تعالى بقى بعدين، 2 س بتساوي 12. اقسم على اللي قصاد السين، اقسم هنا على الاثنين وهنا على الاثنين. طيب س تطلع بكام؟ 12 على الاثنين فيها كام يا ولاد؟ فيها الستة. اعمل ايه بعد كده؟ انا جبت السين، فاضل ان انا يا ولاد اروح اجيب الصاد. طب اعمل ايه؟ امسك المعادله اللي فيها زائد. س زائد صاد بتساوي 8. انا جبت س بكام؟ جبت س ب6، يبقى 6 زائد صاد بتساوي 8، يعني صاد بتساوي 8 ناقص 6، يعني صاد بتساوي 2. طب انا كده جبت السين وجبت الصاد، يبقى مجموعة الحل س الأول وبعد كده الصاد 6 و2. عايز تتأكد انك حليت صح؟ يلا بينا. انت قلت س ب6 وصاد ب2، 6 زائد 2 كام؟ 8. 6 ناقص 2 كام؟ 4. واحدة كمان نفس الفكرة، يلا بينا. جيت وقلت لك س زائد صاد بتساوي 10 وس ناقص صاد بتساوي 2. عايز مجموعة حل المعادلتين في ح ضرب ح. يلا بينا. دي أبسط حالة، لقيت هنا موجب صاد ولقيت هنا سالب صاد، تتوكل على الله وتحطهم تحت بعض على طول. س ناقص صاد بتساوي 2. كمل يلا. س زائد س 2 س. طب صاد وسالب صاد راحوا مع بعض، 10 و2 كام؟ 12. هنا س قدامها 2، نقسم على الاثنين، نقسم على الاثنين، يبقى س بتساوي 12 على الاثنين فيها الكام؟ فيها الستة. بعدين انت كده جبت السين، فاضل يا قمر يا سكر يا استاذ تجيب الصاد. طب اعمل ايه؟ امسك المعادله اللي فيها موجب عشان انت بتتلخبط. س زائد صاد بكام؟ ب 10. انت مطلع س بكام؟ ب 6، صح؟ يبقى 6 زائد صاد ب10، يبقى صاد بتساوي 10 ناقص 6. صاد بكام؟ ب4. ما تنساش بقى بعد ما انت شاطر عملت كل ده، تنسى تكتب مجموعة الحل. مجموعة الحل س الأول 6 وبعد كده ال4. دي كده هي مجموعة حل المعادلة 6 و4. طيب هل يا مستر عبد الرحمن الموضوع وردي كده؟ لا، مش وردي دايما، بس ممكن اجي اقول لك ايه؟ يلا اوجد في ح ضرب ح مجموعة حل المعادلتين. س زائد ص بتساوي 4 و2 س ناقص ص بتساوي 2. طيب دي برضو لسه الحالة البسيطة على فكرة. ليه؟ أنا لقيت هنا ص وسالب ص، خلاص جميل جدا، أحطهم على طول تحت بعض. يبقى س زائد الصاد بتساوي 4، 2 س ناقص الصاد بتساوي 2. يلا اشتغل. س زائد 2 س بطيخه وبطيختين، 3 بطيخات، يبقى 3 س. صاد وسالب صاد راحوا مع بعض، 4 و2 كام؟ 6. طب بعدين انا بقسم هنا على اللي قدام السين، س قدامها كام؟ 3. اقسم هنا على 3 واقسم هنا على 3. السين تطلع بكام؟ ب2. طيب انا كده طلعت السين، عايز اطلع الصاد. روح امسك المعادله اللي فيها زائد. س زائد ص بتساوي 4. س بكام؟ ب2، يبقى 2 زائد ص ب4.
يعني ص بتساوي 4 ناقص 2، يعني ص برضه طلعت ب2. ما تنساش بعد ما تخلص لازم تقول لي مجموعة الحل 2 و2. عايز تتأكد انك حليت صح ولا غلط؟ يلا. 2 زائد 2 كام؟ 4. 2 في 2 ب4 ناقص 2 كام؟ 2. يبقى انت ولد شاطر وبرافو عليك و10 على 10 وحليتها صح و100 100 ومتشكرين ايه؟ متشكرين منك. طيب تعال نشوف مثال كمان. بص بقى يا سيدي، ركز معايا. 2 س ناقص ص بتساوي 2، وس زائد 2 ص بتساوي 11. نبدأ بقى. المسائل اللي فاتت أنا أول ما كنت ببص على المسألة بلاقي موجب صاد وسالب صاد والدنيا جميلة. موجب صاد وسالب صاد والدنيا جميلة. تمام. أول مثال برضو كان فيه موجب صاد وسالب صاد. هنا بقى أنا لقيت إيه؟ لقيت سالب صاد ولقيت موجب 2 صاد. صلي على رسول الله. احنا عندنا الصاد لسه بالسالب والصاد هنا بالموجب، هعمل ايه؟ بص معايا كده. الصاد هنا قدامها كام؟ من غير الإشارة 1. هقوم ضارب المعادلة دي كلها في 1 وكاتبها س في 1 بس. 1 في 2 صاد ب2 صاد. 1 في 11 ب11. طب انت عملت ايه؟ ولا حاجة يعني، عادي جميل. المعادلة دي صاد قدامها كام؟ 2. يبقى تروح تضرب المعادلة التانية في 2. 2 س في 2 ب4 س. 2 صاد في صاد ب2 صاد. 2 في 2 بكام؟ ب4. الله الله. بص بقى ايه اللي حصل. تعال. س و4 س ادي 5 س. موجب 2 صاد وسالب 2 صاد راحوا مع بعض. 11 و4 كام؟ 15. ما تنساش انا دايما بقسم على اللي قدامي السين. على الخمسة على الخمسة. يبقى س تساوي 15 على الخمسة فيها الايه؟ فيها التلاتة. بعدين عايز تجيب الصاد، روح امسك المعادلة اللي فيها زائد. مش احنا قايلين ان س زائد 2 صاد بيساوي 11؟ ايوه. طب احنا جايبين س بكام؟ ب3. يبقى 3 زائد 2 صاد ب11. يعني ال 2 صاد بتساوي 11 ناقص 3. يعني ال 2 صاد بتساوي 11 ناقص 3 كام؟ 8. هقسم هنا على 2 واقسم هنا على 2. يبقى صاد بتساوي 8 على 2 فيها الكام؟ فيها الأربعة. يبقى الصاد طلعت ب4. يبقى مجموعة الحل هنا هي كام وكام؟ 3 و4. وما تنساش لازم نحطها ما بين قوسين ايه؟ مجموعة. طيب تعال نشوف مثال كمان. يلا. هاجي اقول لك مثلا يا عم تعالى احنا نعمل مسألة مع بعض. احنا عايزين مسألة الناتج بتاعها س تطلع ب2 وصاد تطلع ب3. بص كده هاجي اقول لك ايه. 2 س زائد 3 صاد بتساوي، يلا 2 في 2 ب4. 4 و9 13. واقوم جاي قايل ايه بقى؟ 4 س ناقص 2 صاد يساوي 4 في 2 دي هتبقى 8 ناقص 6 2. حلو قوي. يلا بينا. جبت المعادلة اللي قدامك دي خلاص وقمت قايل لك ايه بقى؟ تعالى كده. اوجد مجموعة حل المعادلتين في ح ضرب ح. طيب هنا صاد بالموجب وهنا بالسالب بس مش زي بعض، يعني دي مش س وصاد وخلاص احطهم تحت بعض على طول، لا. ده هنا صاد قدامها رقم ودي قدامها رقم. طب ايه الحل؟ بص بقى معايا سمي الله. الصاد هنا قدامها كام؟ 3. اضرب المعادلة دي كلها في 3. 4 س في 3 ب 12 س ناقص 3 في 2 صاد ب 6 صاد. 3 في 2 بكام؟ ب 6. بعدين المعادلة دي الصاد فيها ب2، يبقى نضرب المعادلة دي كلها في 2 تبقى 4 س زائد 3 في 2 6 صاد. 13 في 2 ب 26. جميل جميل جدا. طب بعدين يلا يا سيدي اشتغل.
بص بقى، 12 س و4 س يبقى 18 س، سالب 6 ص وموجب 6 ص مرحوا مع بعض، 6 زائد 26 ب 32. طيب يلا بينا هنعمل ايه؟ هنقسم هنا على ال 18 ونقسم هنا على ال 18، يبقى س بتساوي 32 على ال 18 فيها الاتنين، يبقى احنا كده طلعنا س بكام؟ س ب2. بعدين بمسك المعادلة اللي فيها زائد، 2 س زائد 3 ص بتساوي 13. نعمل ايه؟ هنشيل س ونحط بدلها 2. بص بقى، 2 س يعني 2 في 2 اللي هي س زائد 3 ص ب 13، يعني 4 زائد 3 ص ب 13، يعني 3 ص بتساوي 13 ناقص 4، يعني 3 ص بتساوي 9. هقسم هنا على التلاتة واقسم هنا على التلاتة، الصاد طلعت بكام؟ ب3. يا نهار ابيض، كل ده يا مستر؟ والله يا صديقي ما تقلقش، هو شكلها صعب بس انت لما تكرر وتحلها اكتر من مره هتلاقي ان الموضوع بقى سهل معاك. طيب تعال نشوف مثال كمان ونحله مع بعض، ماشي؟ يلا بينا. اهو، اوجد في ح ضرب ح مجموعه حل المعادلتين. ايه هم بقى المعادلتين دول؟ 3 س زائد 2 ص بتساوي 4، وس ناقص 3 ص بيساوي 5. يلا بينا يا سيدي، سمي الله. موجب وسالب، حلو. هنعمل ايه؟ هنا ص قدامها كام؟ قدامها 2، يبقى هضرب المعادلة دي كلها في 2، يبقى 2 س ناقص 6 ص بتساوي 10. ضربت السين في 2 والصاد في 2 وهكذا. بعدين الصاد دي قدامها كام؟ قدامها 3، اروح اضرب المعادلة دي كلها في 3. 3 س في 3 تبقى 9 س، 3 في 2 تبقى موجب 6 ص، 3 في 4 تبقى 12. يلا كمل يا مستر. بعدين 2 س و9 س 11 س، سالب 6 وموجب 6 راحوا مع بعض يساوي 22. خلي بالك انا بقسم على اللي قصاد مين؟ على اللي قصاد السين. يلا يا استاذ اقسم هنا على ال 11 واقسم هنا على ال 11، يبقى السين بتساوي 2. ربنا كرمنا وجبنا السين. بنعمل ايه بقى؟ بناخد المعادله اللي فيها زائد عشان ما نتلخبطش. 3 س زائد 2 ص بتساوي كام؟ بتساوي 4. جميل. هي س بكام يا ولاد؟ ب2. شيل س وحط بدلها 2، يبقى 3 في 2 زائد 2 ص بتساوي 4، يعني 6 زائد 2 ص بتساوي 4، يعني ال2 ص بتساوي 4 ناقص 6، 2 ص بتساوي سالب 2. اقسم هنا على الاثنين واقسم هنا على الاثنين، يبقى الصاد بسالب 1. الله عليك. يبقى مجموعة الحل هي زوج مرتب 2 وسالب 1. وما تنساش انا بكتب السين الاول وبعد كده الصاد. طيب بص بقى، اديني يا مستر مثال كمان كده. بص يا سيدي، المثال اللي بعده بيقول لك ايه؟ اوجد في ح ضرب ح مجموعة حل المعادلتين ص بتساوي س زائد 4 وس زائد ص بتساوي 4. طيب عشان احل لازم اخلي السين والصاد في جنب واحد. يعني ايه؟ يعني اجي اقول هنا ص ناقص س بتساوي 4، وهنا يحصل حاجة لو كتبت صاد الأول. لا، ص زائد س بتساوي 4. هو أنا لازم لما أضيع الصاد؟ لا، أنا ممكن أضيع السين. إزاي؟ زي إيه؟ هي مش دي سالب س ودي موجب س؟ طب ما تحطهم تحت بعض. مستر أنت عكست ليه؟ حبيبي الجمع عملية إبدالية. فهاجي أقول له إيه؟ ص ناقص س بتساوي 4 وصاد زائد س برضه بتساوي 4. طيب ايه اللي حصل؟ صاد وصاد 2 صاد، سالب س وس راحوا مع بعض 4 و4 كام؟ 8. طب اقسم هنا على الاثنين واقسم هنا على الاثنين، الصاد طلعت بكام؟ الصاد يا مستر طلعت بتساوي 4. طيب جميل جدا. بعدين بمسك المعادلة اللي فيها زائد اهي، س زائد صاد بتساوي 4.
احنا طلعنا الصاد ب4، يبقى س بتساوي 4 ناقص 4. السين بكام؟ السين بصفر. يبقى مجموعة الحل، خلي بالك بالله عليك، عشان احنا المفروض نكتب الأول السين وبعد كده نكتب الصاد، تبقى صفر وكام؟ و4. يبقى هنا مجموعة الحل هي صفر و4. يبقى مش لازم دايما الصاد هي اللي تضيع، عادي ممكن س هي اللي تضيع. تعالى يلا نسمي الله ونشوف مثال كمان. بيقول لك يبقى مثال مشهور جدا، ده حلناه خلاص. بيقول لك س زائد الصاد بتساوي 2. مثال يلا كمان نزود عليه، و3 س ناقص صاد بتساوي 6. عايز مجموعة الحل في ح ضرب ح. هنا بسيط جدا، بس احنا بقى هنعمل ايه؟ عادة. يلا الصاد دي قدامها كام؟ قدامها 1، نضرب دي في 1 فتنزل زي ما هي على طول. بقى ثبتها قاعدة. هنا الصاد قدامها من غير العلامة 1، يبقى اضرب دي في 1 يبقى هتنزل زي ما هي. بعدين ولا قبلين 3 س وس 4 س، سالب صاد وصاد راحوا مع بعض، 6 و2 كام؟ 8. بنقسم على قصاد السين، هنقسم هنا على الأربعة ونقسم هنا على الأربعة، يبقى السين تطلع بكام؟ ب2. بعدين بنعمل ايه؟ بناخد المعادلة اللي فيها زائد س زائد صاد بتساوي 2. احنا جبنا س ب2 يبقى 2 زائد صاد ب2، يعني الصاد بتساوي 2 ناقص 2 ومنها صاد تساوي 0. وشكرا منك. يبقى مجموعة الحل هي 2 و0، لأن السين هي اللي بتتكتب الأول وبعد كده مين يا ولاد؟ بتتكتب الصاد. طيب في مثال لذيذ قوي يقول لك إيه بقى؟ ركز معايا عشان طويل حبتين. بيقول لك اوجد قيمة أ وب، علما بأن 3 وسالب 1 حل المعادلتين. ركز بالله عليك عشان والله مهم. أ س زائد ب صاد بيساوي 5، و3 أ س زائد ب صاد بيساوي كام؟ بيساوي 17. طيب هو يعني ايه 3 وسالب 1 حدد المعادلتين؟ يعني هو عايز يقول لك يا حبيبي ان السين ب3 وان الصاد بسالب 1. فانا هعمل ايه؟ هروح اشيل السين واحط بدلها 3 يبقى 3 أ، هشيل الصاد واحط بدلها سالب 1 يبقى سالب ب بيساوي 5، عشان يبقى فيها مجهولين بس. نفس النظام هنا، هنشيل السين ونحط بدلها 3 يبقى 3 في 3 9 أ، هنشيل الب ونحط بدلها هنشيل الصاد ونحط بدلها سالب 1 يبقى سالب ب بيساوي كام؟ بيساوي 17. طيب دي قدامها 1 يبقى اضرب دي في 1 وهكذا. تعال نحطهم في بعض ونكتب دي الأول، مش هتفرق طبعا. 9 أ ناقص ب ب 17، و3 أ ناقص ب بيساوي 5. صلي بقى كده على رسول الله. في هنا مشكلة، ايه هي؟ ان مفيش حاجة هتضيع. قصدي دي سالب ب ودي سالب ب، اوعى تنسى هي لازم تبقى واحدة بالموجب وواحدة بالسالب. طب ايه الحل يا مستر عبد الرحمن؟ قال لك الحل بسيط، امسك اي معادلة فيهم وغير كل الاشارات. يعني دي خليها سالب ودي خليها موجب ودي خليها سالب، انا غيرت كل حاجة. بعدين اشتغل عادي. 9 أ ناقص 3 أ يبقى 6 أ، سالب ب وموجب ب راحوا مع بعض، 17 ناقص 5 عشان دي سالب 5 يديك 12. بعدين اقسم هنا على 6 واقسم هنا على 6، يبقى الألف بتساوي كام؟ 2. أنا دايما كنت بقول لك امسك المعادلة اللي فيها موجب، بس المشكلة إن هي مفيش موجب. خلاص خد أي معادلة عادي، بس خلي بالك بقى من حاجة. إحنا جبنا الألف بكام؟ ب2، يبقى 3 في 2 ناقص ب بيساوي 5، ومنها 6 ناقص ب بيساوي 5. ركز بقى، سالب ده بتاع ب، سالب ب يساوي 5 ناقص 6، سالب ب بسالب 1
يعني الب بواحد. يبقى أنا كده طلعت قيمة الألف وطلعت قيمة مين؟ وطلعت قيمة الب. الألف طلعت ب2 والب طلعت بكام؟ بواحد. طيب تعالى. تعرف يا صديقي س زائد ص بتساوي 5 وس ناقص ص بتساوي 1. س زائد ص بتساوي 4 وس زائد ص بتساوي 5. س زائد ص بتساوي 4 و2 س زائد 2 ص بيساوي 10. هقول لك على حاجة. هو أنا لما أجي أحل معادلتين في مجهولين، تعرف إن في 3 حاجات ممكن يطلعوا لك. ممكن يكون حل وحيد، حل واحد بس، وممكن يكون لا يوجد حل، وفوقيها كمان إن يكون في عدد لا نهائي من الحلول. يعني إيه؟ تعال نقول. إحنا كل المعادلات اللي حليناها كانت بتطلع حل واحد، صح ولا غلط؟ صح. تعال. هو س زائد ص ب5 وس ناقص ص ب2، فمجموعة الحل هنا قلنا هما ال3 وال2. ممكن نحلها بالحذف، تيجي نحلها بالحذف. يلا أهو. س زائد ص ب5 وس ناقص ص ب1، يبقى الاتنين س. 5 و1 6 على الاتنين على الاتنين، يبقى السين تطلع بكام؟ السين تطلع ب3. صح؟ صح. وهتروح تجيب الصاد فتطلع ب2. طيب دي عدد حلولها. لو أنا سألتك عن مجموعة الحل، ولو أنا سألتك عن عدد الحلول، دي مجموعة الحل بتاعتها هي 3 و2. طب لو سألتك عن عدد الحلول تقول لي حل وحيد. ما هو 3 و2 ده زوج مرتب كله على بعض، يبقى عدد الحلول كام؟ 1. يبقى دي حل وحيد اللي انت عارفه. طيب تعالى كده نشغل دماغتنا وهسألك سؤال وانت تجاوبني بالمنطق. هنا سألتك عن مجموعة الحل، وهنا سألتك عن عدد الحلول. وركز معايا كده، بص بالمنطق كده. تعال شغل دماغنا. في عددين مجموعهم 4 ونفس العددين مجموعهم 5. هل في عددين تجمعهم يديك 4 وتجمعهم يدي لك 5 بالعقل كده؟ لا طبعا، استحالة. مفيش عددين اجمعهم يدوني 4 واجمعهم يدوني 5. ساعتها بقول له ان مجموعة الحل هي فاي. طب عدد الحلول لا يوجد حل، يعني عدد الحلول 0. طيب ركز معايا في اللي جاية كده. وهفهمك دلوقتي وهديك طريقة لذيذة تجيبها بيها. بص يا سيدي، س زائد ص بتساوي 4 و2 س زائد 2 ص بتساوي 8. انت لو اخدت بالك لثانية وقسمت المعادلة دي على الاتنين، هتلاقيها س زائد ص برضه بتساوي 4. ايه ده؟ لو المعادلتين زي بعض، س زائد ص ب4 كام زائد كام تديك 4، ساعتها تقولي ان هو عدد الحلول عدد لا نهائي من الحلول. طيب تعالى نلعب اللعبة دي تاني. ماشي؟ بص معايا كده. هكتب لك س زائد 2 ص بيساوي 5 وس زائد 3 ص بيساوي 4. هكتب لك س أو 2 س زائد 3 ص بتساوي 5، وهكتب لك هنا
2 س زائد 3 ص بتساوي 7. هاجي هنا اكتب لك س زائد 2 ص بتساوي 5، و2 س زائد 4 ص بيساوي 10. وهسألك في كل واحدة من دي عدد الحلول. ركز معايا، في طريقتين: طريقة بالحب والفهلوة، وفي طريقة رياضية. تعال نشوف الطريقة بالحب والفهلوة. ان انا يجي لي في اكمل عدد الحلول، هو هيسألك بس عدد الحلول. طب معلش، هو عدد الحلول ده ممكن يكون كام؟ ممكن يكون 1، وممكن يكون 0، وممكن يكون عدد لا نهائي. يبقى عدد الحلول ممكن يكون 1، وممكن يكون 0، وممكن يكون عدد لا نهائي. طيب صلى على رسول الله. تعالى اول حاجة هبص عليها الطريقة البلدي. دي 2 س زائد 3 ص، ودي برضو 2 س زائد 3 ص. يعني س دي زي دي، والصاد زي الصاد. الارقام زي بعض ولا مختلفة؟ بالعقل كده، ينفع حاجتين زي بعض يكون مجموعهم 5، ونفس الحاجتين هماهم يكون مجموعهم 7؟ لا. فتقول لي عدد الحلول كام؟ عدد الحلول 0. طيب بصيت هنا لقيت دي س و2 ص، وده 5، ودي 2 س زائد 4 ص بتساوي 10. تعالى لاحظ، هو مش دي ينفع تتبسط تتقسم على الاثنين؟ ينفع تبقى س زائد 2 ص بيساوي 5. يا سلام. انت لو لقيت ان المعادلتين دول زي بعض، س زائد 2 ص ب5، ودي لما بسطتها يبقى س زائد 2 ب5، يبقى هنا عدد لا نهائي من الحلول. كتير قوي. طيب هنا بقى، دي س ودي س، بس دي 2 ص ودي 3 ص، مفيش علاقه ببعض، الارقام مختلفه، يبقى عدد الحلول حل واحد. طيب انا بقى عايز طريقه كده اظبط بيها الدنيا. بص يا سيدي، معامل السين هنا كام؟ 1. معامل السين 1. اقسم اول رقم على اول رقم، اقسم الاثنين على الثلاثه. هل 1 على 1 يساوي 2 على 3؟ بص انا عملت ايه؟ هنا اخدت معامل ده على معامل ده، اللي قصاد السين على اللي قصاد السين، اللي قصاد الصاد على اللي قصاد الصاد. هل الاثنين دول بيساووا بعض؟ لا، مش بيساووا بعض. يبقى الاول على الاول لا يساوي الاول على الاول، يبقى عدد الحلول 1. طب بص هنا بقى، امسك الاول على الاول 2 على 2، الثاني على الثاني 3 على 3، دول طلعوا بيساووا بعض صح؟ خد الارقام على بعض، الاول على الاول 5 على 7 تساويهم لا تساوي. فقال لك ايه؟ لو الاول على الاول يساوي الثاني على الثاني لا يساوي الثالث على الثالث، يبقى عدد الحلول كام؟ 0. طب تعالى هنا، تعالى نقسم اول رقم على اول رقم، 1 على 2 بنص، تاني رقم على تاني رقم 2 على 4 برضه نص، تالت رقم على تالت رقم 5 على 10 برضه نص. لو اول على الاول يساوي الثاني على الثاني بيساوي الثالث على الثالث، يبقى يوجد عدد لا نهائي من الحلول. يبقى تاني ركز معايا، انا اقصد ايه بالاول؟ اللي قصاد س، الاول على الاول لا يساوي اهو، الاول على الاول لا يساوي الثاني على الثاني، يبقى عدد الحلول 1. طيب الاول على الاول بيساوي الثاني على الثاني بيساوي الثالث على لا يساوي الثالث على الثالث. يعني ايه؟ اللي قصاد س على اللي قصاد س بيساوي اللي قصاد ص على اللي قصاد ص، بس مش بيساوي الرقمين على بعض، يبقى ساعتها عدد الحلول 0. لكن بقى لو جيت لقيت ان الاول على الاول يساوي الثاني على الثاني بيساوي الثالث على الثالث، يبقى ساعتها عدد لا نهائي من الحلول. دلوقتي بقى يا ولاد هنتعلم ازاي نجيب مجموعة الحل بيانيا. صلى على رسول الله. بيقول لك اوجد بيانيا مجموعة حل المعادلتين، طبعا لازم يقول لي في ح ضرب ح. س زائد 2 ص بيساوي 4، وس ناقص ص بتساوي 1. طيب بص بقى يا سيدي، حضرتك هتمسك لي
المعادلة دي وتخلي لي س لوحدها أو ص لوحدها. يعني مين اللي واقفة لوحديها؟ س معاش أرقام خالص. هاجي أقول كده س بتساوي 4 ناقص 2 ص، وأقوم جاي عامل جدول. تمام، قايل هنا س وهنا ص. بص بقى، مين اللي لوحديها هنا يا شباب؟ مين اللي لوحدها؟ س هي اللي لوحدها. يبقى انا اعوض عن ص مره بصفر ومره بواحد ومره باتنين. ولو ص هي اللي لوحدها بعوض عن س مره بصفر ومره بواحد ومره باتنين، وهنشوف دلوقتي. طيب يلا بينا نعوض مره عن س بصفر وبالاله مش بدماغك. هتعمل بالاله 4 ناقص 4، 4 ناقص 2 في صفر هتديك 4. بالاله مش بدماغك 4 ناقص 2 في 1 هتديك 2. 4 ناقص 2 في 2 هتديك صفر. يبقى ده الجدول الاولاني. هنا هنخلي س لوحديها او ص لوحدها. هنا الافضل نخلي س لوحديها، يبقى س بتساوي 1 زائد ص. هنعمل الجدول بتاعنا ونقوم جايين س وص. مين اللي لوحدها؟ س، يبقى نعوض عن ص مره صفر ومره واحد ومره اتنين. 1 زائد صفر 1، 1 زائد 1 2، 1 زائد 2 كام؟ 3. بعدين هروح اجيب الشبكه التربيعيه بتاعتي وارسم الرسمه. بص بقى يا سيدي، تعالى كده نسمي الله. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. بص معايا كده، س وصاد 4 وصفر. 4 وصفر في المكان ده. 2 وواحد، أقف عند الاتنين وأطلع لحد الواحد. 0 واتنين، أقف عند الصفر وأطلع لحد الاتنين. فأقوم عامل إيه؟ وهقوم راسم خط مستقيم بيمر بالإيه؟ بالثلاث نقط اللي إحنا عملناهم دول. طب جميل جدا. بعدين اللي بعديها 1 وصفر. 2 وواحد، 3 واتنين. وأقوم عامل إيه؟ راسم الخط ده. بص بقى كده يا صديقي، الخطين تقاطعوا في النقطة 2 و1، يبقى مجموعة الحل هي 2 و1. وعلى فكرة لما يكون في حل وحيد بيبقى الخطين متقاطعين، ونقطة التقاطع دي هي مجموعة الحل. طيب تعالى بص المثال اللي بعده. 3 س زائد ص بتساوي 5، و3 س زائد ص بتساوي 8. انت عارف ان السؤال ده مش هيطلع حل. ليه؟ لا يوجد حل، او مجموعه الحل فاضيه. 3 س زائد ص ب5 و3 س زائد ص ب8. ازاي حاجتين مجموعهم 5 وفي نفس الوقت مجموعهم 8؟ قال لك خلاص تعالى انا عايز بيانين. نخلي س ولا ص؟ هنخلي ص لوحديها، يبقى ص بتساوي 5 ناقص 3 س. واقوم رايح عامل الجدول. ركز بقى كده معايا الله يبارك لك. ده س وده ص. مين اللي لوحديها؟ ص. يبقى نعوض عن س مره صفر ومره واحد ومره باتنين. وبالاله مش في دماغك، يعني نقول 5 ناقص 3 في صفر ب5. 5 ناقص 3 في 1 ب2. 5 ناقص 3 في 2، انا هشيل س احط بدلها 2، يديني كام؟ يديني -1. طيب اللي بعديها برضه هنا ص لوحديها، يبقى 8 ناقص 3 س. واقوم رايح عامل الجدول بتاعي. ادي س وادي ص. مين اللي لوحديها؟ ص. يبقى اعوض عن س مره صفر ومره واحد ومره باتنين. يلا 8 ناقص 3 في صفر ب8. 8 ناقص 3 في 1 ب5. 8 ناقص 3 في 2 ب2. وبالله عليك استخدم الآلة، ما تستخدمليش دماغك. ماشي؟ يلا بينا يا سيدي هنروح نعمل الايه؟ هنعمل المستوى الإحداثي بتاعي. طبعا كراسة الرسم البياني 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7 8. يلا بينا. 0 و5
تعالى ناخد باللحظة. أقف عند الصفر وأطلع لحد الخمسة. 1 و2 أقف عند الواحد وأطلع لحد الاتنين. 2 وسالب 1 طبعا سالب 1 هنا يبقى 2 وسالب 1. بعدين يا مستر نعمل إيه؟ نعمل خط ونمشي عليه. طبعا بس أنا يعني إيه عشان أرقامي إيه مش مظبوطة أو الرسمة يعني مش هتبقى دقيقة أوي. اللي بعده يلا. 0 و8 أقف عند الصفر وأطلع لحد ال8. 1 و5 أقف عند الصفر وأطلع لحد ال5. 2 و2 أقف عند الاتنين وأطلع لحد الاتنين. بص بقى طلع عندك إيه؟ مش متقاطعين، هما الاتنين متوازيين. فلو لا يوجد حل أو مجموعة الحل بفاي لما الاقيهم هما الاتنين مالهم متوازيين. طيب امتى بقى يطلع عدد الحلول عدد لا نهائي؟ طبعا لو انت بصيت هنا المعادلة دي س ناقص ص بتساوي 3. دي لو قسمت على الاتنين تبقى س ناقص ص برضه بتساوي كام؟ بتساوي 3. طب ما هما الاتنين كده زي بعض، يعني انا ممكن اعمل جدول واحد. ليه؟ س ممكن اخلي س لوحديها بتساوي 3 زائد ص. يلا روح عوض كده. س وصاد، عوض عن س مين اللي لوحديها؟ س يبقى نعوض عن صاد مره صفر ومره واحد ومره اتنين. 3 زائد صفر 3. 3 و1 4. 3 و2 5. طب ما انا لو عملت الكلام ده هنا برضو هتبقى س بتساوي 3 زائد ص. يلا يا سيدي اعمل الجدول. ادي س وادي ص. مين اللي لوحديها؟ س هنعوض عن ص مره صفر ومره واحد ومره اتنين. يبقى 3 و0 3. 3 و1 4. 3 و2 كام؟ 5. يلا بينا بقى نرسمه. طب يا مستر دول هيترسموا ازاي؟ حبيبي دول هيترسموا خطين على بعض. ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5. 1 2 3 4 5 6. معايا كام؟ 3 و0 4 و1 5 و2 اهو. طب التانية زيها. يبقى انا عندي كام حالة في الرسم البياني؟ عندي 3 حالات. تعال اوريهم لك. الحالة الأولى إن هما يطلعوا متقاطعين. الحالة الثانية إن هما يطلعوا متوازيين. الحالة الثالثة إن هما الاتنين متطابقين على نفس الإيه؟ على نفس الخط. ودولت الثلاث حالات، لأن أنا لما أجي أحل يا إما يطلع حل وحيد يا إما يطلع عدد الحلول صفر أو ما يكونش أو يكون في عدد لا نهائي من الحلول. طيب آخر حاجة بقى معانا النهاردة في الفيديو ده، عارف أول درس هو بس الطويل لكن بعد كده هتلاقي الدروس صغيرة بإذن الله، إن في مسائل لفظية ممكن أستخدمها في الحل. أول مثال يقول لك إيه؟ زاويتان حدتان في مثلث قائم الزاوية. الفرق بين قياسيهما 50 درجة. اوجد كل منهما. ايه ده؟ بص يا سيدي، احنا هنعمل هنا حاجة جميلة خالص. هنفرض أن الزاويتين أو الزاويتان هما س وص. طيب طالما الزاويتين دول في مثلث قائم وهما الزاويتين الحدتين يبقى الزاويتين دول كان مجموعهم 90 والفرق ما بينهم 50. يعني س ناقص ص بتساوي 50. الله، بقى عندي معادلتين لزاز خالص، س زائد ص وس ناقص ص موجب وسالب. يا سلام، حطهم تحت بعض. يلا س زائد ص ب 90 وس ناقص ص ب 50. يلا نشتغل. س وس 2 س
راحوا مع بعض. 90 و50 كام؟ 140. على الاتنين على الاتنين يبقى س بكام؟ ب70. امسك اللي فيها زائد س زائد ص بتساوي 90. هي س بكام؟ ب70 يبقى 70 زائد ص بتساوي 90 يبقى ص بتساوي 90 ناقص 70 ومنها الصاد تطلع ب20. طب هنا اعمل مجموعة حل؟ لا، يبقى الزاويتين هم 70 وكام؟ و20. تعالى نشوف مثال كمان. اهو مثال بسيط خالص. عددين حقيقيين مالهم؟ مجموعهم 40 والفرق بينهما 10. اوجد العددين. طيب يلا بينا. احنا قلنا ايه؟ عددين حقيقيين مجموعهم 40. خلاص، نفرض ان العددين هم س وص. مجموعهم كام؟ مجموعهم 40 يبقى س زائد ص بيساوي 40. الفرق بينهما 10 يبقى س ناقص ص بتساوي 10. يلا حطهم تحت بعض كده. يبقى س زائد ص بتساوي 40 وس ناقص ص بتساوي 10. س وس 2 س. صاد وسالب صاد راحوا مع بعض. 40 و10 كام؟ 50. يلا يا استاذ على الاثنين على الاثنين. السين هنا تطلع بكام؟ ب 25. عايز اجيب الصاد، روح المعادله اللي فيها زائد. يبقى س زائد صاد بتساوي كام؟ 40. يبقى 25 زائد صاد بيساوي 40. يبقى صاد بتساوي 40 ناقص 25 ومنها صاد بتساوي 40 ناقص 25 بكام؟ ب 15. يبقى العددين هم 25 و15. طبعا في امثله كتير هتنزل الفيديو الجاي. ما تنساش الفيديو الجاي باذن الله هينزل على قناتي. لو انت بتتفرج عليا من قناه تانية غير قناه مستر عبد الرحمن الهلالي فهتلاقي في لينك اول كومنت لينك القناه بتاعتي. خش، ما تنساش تعمل سبسكرايب وتابع عليها عشان تشوف الحل على الدرس ده. اشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.